مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد مجلاتكم الرياضيه اليوميه على قناه ميديا تي في سبورت تايم. اليوم قرار جديد من الكاف يعتبر اتحاد العاصمه الجزائري منهزما بثلاثيه لعدم لعبه مباراه اياب نصف نهائي كاس الكونفدراليه امام نهضه بركان في الذهاب، كما الاياب الخساره وبثلاثيه والعلامه الكامله لنهضه بركان، ثم احاله الملف على جلسه الانضباط من اجل توقيع عقوبات اخرى منتظره في قادم الايام على الفريق الجزائري. لمناقشة هذا الموضوع معنا من مدينة الدار البيضاء الصحفي الرياضي الزميل والصديق رياض الغازيس. رياض، أهلا بك وشكرا على حضورك معنا في سبورت تايم. أهلا وسهلا صديق عبد الله، وأنا سعيد بالتواجد معك في برنامج سبورت تايم. ونحن أسعد رياض. كما كان متوقعا لجنة الأندية في الكاف تعتبر اتحاد العاصمة منهزما بثلاثية رياض لعدم خوضه لقاء إياب نصف نهائي كأس الكاف. بطبيعه الحال هو كما كان متوقعا، لان اليوم اللي كنتكلموا على المباراه ديال الاياب، وانا ذكرتها بان المباراه ديال الذهاب كان التحجج ديال الاتحاد العاصمه بالنظام الجزائري وايضا بالجمارك. في المباراه ديال الاياب اصبح اتحاد العاصمه في مواجهه مباشره مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، لان اتحاد العاصمه الجزائري، وبالتالي كنظن بانه كان قرار متوقع، ومازال غنتظر عقوبات اكبر على الاتحاديه الجزائريه، لان كان القصد والنيه ديال فريق اتحاد العاصمه وعدم خوض المباراه ديال الاياب رغم الحضور ديالهم. كانت الظروف كلها متاحه، الاستقبال كان في المستوى الجيد من طرف المسؤولين نهضه بركان، ايضا الحضور الجماهيري. للاسف اتحاد العاصمه بقى متشبت بالقرار ديالو، بقى متشبت ايضا بالقرار اللي سنوا النظام الجزائري، يعني رفضوا باش يلعبوا بالقميص، نهضه بركان يلعب بالقميص الرسمي ديالو اللي كيحمل الخريطه ديال المملكه المغربيه، وبالتالي كنظن بان بان اليوم بان الاتحاد الجزائري وايضا اتحاد العاصمه الجزائري فهما مشاركان في القرارات اللي سنى النظام الجزائري بعدم اللعب بقميص يحمل الرايه الخريطه المغربيه. هنا كيبان تدخل واضح في الامور السياسيه دخلت بشكل واضح في الامور الرياضيه. يعني قرارات رياض غير محسوبه، قرارات عشوائيه من السلطات الجزائريه. كان الكبش والضحيه هو فريق اتحاد العاصمه اللي خسر هذا العام كل الرهانات ديالو، سواء في البطوله المحليه في الكاس، كاس الجزائر، وايضا على مستوى القاري مسابقه كاس افريقيا اللي هو حامل اللقب ديالها في النسخه الماضيه. من الاكثر الخاسرين في هذا ما وقع رياض هو المدرب خوان كارلوس غاريدو الذي يتجه الانفصال عن الفريق الجزائري. قبل ان نناقش هذه النقطه نتابع التقرير التالي منصف عدي ثم نعود. لا وجود للرغبة في الاستمرار دون توفير ظروف تسمح للمدرب بالعمل والمنافسة على الألقاب، هي إذن قصة الإطار الإسباني خوان كارلوس غاريدو رفقة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي قربته قرارات السلطات الجزائرية اللا رياضية بمواجهة نهضة بركان بكأس الكاف للتفكير في الرحيل ورفض التجديد. المدرب الإسباني وخلال خرجته الإعلامية لمح في أكثر من مناسبة إلى أنه التحق بالنادي الجزائري بحثا عن مجد جديد بعد الذي صنعه بألوان الأهلي المصري والرجاء الرياضي وغيرهما من المحطات الأخرى، لكنه كان ضحية رفقة اللاعبين لسوء تعامل من جانب السلطات الجزائرية والاتحاد المحلي للعبة مع الديربي المغاربي أمام النهضة بإخراجه عن الإطار الرياضي خدمة لمصالح سياسية وأهداف من وحي الخيال. قميص نهضة بركان المزين بخريطة المملكة المغربية لم يكتفي بإنهاء رحلة حامل اللقب دون أي مجهود يذكر فوق أرضية الميدان، بل ها هو يسير نحو إنهاء رحلة غاريدو ليخرج من الباب الضيق بدون ألقاب أو منح مالية كانت مسطرة ضمن بنود عقده رفقة النادي الذي خيب آمال جماهيره بموسم للنسيان. إذن موسم للنسيان لفريق اتحاد العاصمة الجزائري بسبب قرارات عشوائية كما قلنا. رياض، نعلم أن خوان كارلوس غاريدو هو مدرب يهوى الألقاب، مدرب كان نعرفه جيدا، كان مع الرجاء البيضاوي قبل سنوات، كان أيضا مع فريق الوداد السنة الماضية، مدرب دائما طموح، عنده عقد مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، كانت فيه رهانات أكيد، كأس الكاف على يعني كانت في رأس الأولويات ديالو هذا الموسم، لكنه سيغادر هذا الفريق خاوي الوفاض بعد خسارته لنصف نهائي كأس الكاف. وأيضا بين المباراتين معا كانت هناك مباراة في كأس الجزائر وخسرها لأن الفريق يعيش وضع غير سوي. رياض، اولا سي عبد الله، انا اعتبر غاريدو هو الضحيه الاكبر، ولكن لا اعتبر اتحاد العاصمه بانه ضحيه ديال هذه القرارات، لان لا الاتحاد العاصمه الجزائري ولا ايضا الاتحاديه الجزائريه فهم مشاركان في هذه المسرحيه هذه اللي تم الاخراج ديالها من طرف النظام الكابرانات او النظام الجزائري، ولكن الضحيه الكبرى هو غاريدو. لماذا؟ لان غاريدو مرتبط بعقده اهداف مع اتحاد العاصمه الجزائري، وبالتالي فضمن هذه عقده الاهداف فيها المستحقات ديال الفوز باللقب ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، ايضا فيها المستحقات ديال اللقب ديال الكاس، وحنا كنعرفوا بان كل هذه الامور هذه فما كانش الاجواء والظروف مواتيه لغاريدو باش يحقق هذه الاهداف، وبالتالي فانا شخصيا كنتظر من غاريدو باش يلجا المساطر القانونيه باش يستخلص المستحقات ديالو. كنظن بان الخاسر الاكبر ليس اتحاد العاصمه، ولكن الخاسر الاكبر هو غاريدو وايضا الجمهور ديال اتحاد العاصمه الجزائري، لان شفنا الجمهور ديال اتحاد العاصمه الجماهيريه ردت الفعل ديالو
كيفاش كان ضد النظام الجزائري، وبالتالي فلازم غنتظروا بان غاريدو غيلتجئ للمصادر القانونيه باش يستخلص المستحقات ديالو. وصراحه هذا الشيء يحز في النفس، لان دائما ملي كنلعبوا مع انديه جزائريه والمنتخبات الجزائريه فدائما المشاكل دائما كتكون حاضره، المشاكل كتكون في المطار، كتكون ايضا البعثه. وبالتالي كنظن بان ما وقع اتحاد العاصمه الجزائري فهو كان مخطط لا من الناس ديال اتحاد العاصمه، لا ايضا الاتحاديه الجزائريه ولا النظام الجزائري، والضحيه الاكبر يبقى هو غاريدو وايضا الجماهير ديال اتحاد العاصمه. يعني رياض غاريدو نعرفه جيدا، مدرب يدرب فرق كبيره في اوروبا في اسيا وايضا في افريقيا، وكانت عنده صولات وجولات صراحه. اليوم كيجبر راسه في واحد الموقف غير مسبوق، يعني 16 الفرق اللي دربهم غاريدو 14 فرق كانوا في البطولات الاحترافيه. اليوم هذا الموقف غير مسبوق بالنسبه له. شنو من صوره نقدم نحن كافارقه يعني للكره العالميه بهذا الموقف؟ هو سي عبد الله غادي نعكس اش من صوره يقدم للجزائر بالنسبه لافريقيا، لان الا تكلمت على غاريدو فهو درب في مصر، درب في المغرب، وتاخذ الحديث ديالو قبل في الندوه الصحفيه اللي كتسبق المباراه فهو تكلم على المغرب، تكلم ايضا على بركان، تكلم على البنى التحتيه. كنظن بان افريقيا عندها الرجالات ديالها، عندها الدول اللي كتعطي واحد الصوره نموذجيه على القاره الافريقيه، ومنها المغرب اللي دائما بفضل الاستراتيجي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس يعني دائما اليد ممدوده للافارقه. احنا بلد كيدخل ضمن القاره الافريقيه. بالتالي كنظن بان الجزائر هما اللي كتحط لافريقيا في مواقف حرجه. كنظن بان الجزائر في القرارات ديالها فهي اساءت لافريقيا، والمغرب دائما يعطي اضافه ويعطي بالفعل تطوير القاره الافريقيه. يعني هي قرارات عشوائيه تسيء للقاره الافريقيه، تسيء لافريقيا كقاره طامحه. قبل اشهر يعني كان الترشح المغربي هو ترشح لافريقيا لتنظيم كاس العالم، ولكن للاسف هذا ما فعلته السلطه الجزائريه، والتي يعني تعطي صوره سلبيه عن الرياضه وعن افريقيا بشكل عام. رياض الغازيه الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينه الدار البيضاء. ختام حلقه مشاهدينا في سبورت تايم، في امان الله.